الادمان ممكن يبقى او كده في صحه الدباديب اصحابي، بس برضو الادمان ممكن يبقى هو في كده. ادمان الاشخاص ملهوش مصحه ولا بروتوكول للتعافي. جرح الاحبه ملوش اطباء، ده اللي جرحني اعز حبيب وفر دواك احسن يا طبيب. حسن شاكوش 2010. نعرف منين بقى انك مدمن علاقات او اشخاص؟ هتلاقي الطرف التاني طول الوقت يظهر ويختفي على مزاجه، حاجات اظهر حاجات اختفي وانت قاعد مستني. كمان الطرف المؤذي هيتعمد يهينك قدام الناس، ده خصوصا قدام الناس. ده بيحسسك طول الوقت انك ولا هتعرف تعيش من غيره ولا هتلاقي حد يحبك زيك. الطرف المؤذي في العلاقه يبقى شايف انك انت او انتي اللي وصلتينا لهنا، انتي السبب. وهنا دي ممكن تبقى شتيمه، ضرب، او انكم تبعدوا اصلا. بص، بشكل عام انت اللي كلت الجبنه. نسيت بقى اقول لك نقطه مهمه، ان الشخص المؤذي دايما بيلعب على حته ادمانك ليه وتعلقك بيه، فيخليك تقبل بكل الهبل اللي هو بيعمله في مقابل انه كتر خيره يفضل موجود. وحرفيا انت في بدايه العلاقه بتبقي حبه جنة أنا عشت فيها، قربه فرحة حلمت بيها، لكن بعد فترة مش طويلة خالص بتتحول العلاقة ما بينكم على بالي ولا انت داري باللي جرالي، والليالي سنين طويلة سبتها لي. سابها لك سيبيها له. يا ريت بقى نتعلم فن التعافي من ادمان الاشخاص من القديرة سميرة سعيد. انا عارفة انه زمانه ماشي يقول عليا انا واحدة شريرة وقوية ومفترية. هي معترفة تماما باسلوب الطرف المؤذي في انه يطلعك وحش، بل ومتقبله ده، لكن في نفس الوقت هي كأي انثى بتحن وتضعف. ما اقدرش انكر ان لسه في جزء فيا بيقول لي طب كنت استنيتي عليه شويه، ما تمثليش انك عايشه طبيعي وعاديه. وهنا الطرف المؤذي بيبقى فاكر ان الضحيه هترجع له وتركع تحت رجليه. الضحيه اللي هي سميرة سعيد، هوب تقوم الفنانه مدياله القضيه. بالعكس حتى انا حاسه مرتاحه وسعيده. نتقول لي بتقلصه وما طلعش انها حاجه وحشه عيش وحيده. تقييم: شيرين عبد الوهاب اوفر ريتد، سميرة سعيد اندر ريتد، حسن شاكوش تحت البلكونه عادي.